المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها عاد سمينا لطلاب الدفعة 33 للخدمة الوطنية. حاكم قاشبركة يلتقي سكان المديريات. سدود وحفائر حقات تساهم في تنمية الثروة الحيوانية. قتلى بأحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء. أرامكو عملاق النفط السعودي تطرح أسهمها للبيع. واستراليا والصين تتعهدان بالعمل على إصلاح العلاقات. أهلا بكم مشاهدينا. عقد رئيس الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا السيد تخستي بايريس سيمينارا لطلاب الدفعة 33 للخدمة الوطنية في 2 نوفمبر الجاري بعنوان نضالات عمال إريتريا وعملية بناء الوطن في المرحلة الجديدة. وشرح السيد تخستي تأسيس ودور الاتحاد في فترة النضال وبعده، موضحا بتوسع العمل والعمالة وخاصة في أوساط الشباب خلال المرحلة الراهنة. وقال أن هدف ورؤية الكونفدرالية الوطنية للعمال هو بناء وطن مزدهر يربي رغبات الشباب وعلى جميع المواطنين المساهمة في سد احتياجات البلاد لتحقيق هذا المبتغى، مشددا بأن الشاب المسلح بالعلم والمعرفة هو الأساس لعملية البناء. وقدم توضيحا مسهبا بشأن دور ساوا في بناء القيم الوطنية، داعيا إياهم للاهتمام بالتعليم والعمل بقوة للمساهمة بما ينتظره منهم الشعب والوطن. هذا وقدم المشاركون آراء بناءة منادينا بضرورة استمرار مثل هذه السيمينارات التي تزيد من معرفتهم. بحث حاكم اقليم القاشبركة السيد برها قرزاق تنفيذ برامج التنمية وأهمية المشاركة المجتمعية فيها مع سكان مقلو ودقي وأقردات وبنصورة. أوضح مواصلة تطوير وتوسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية لتلبية متطلبات المواطنين، مشيدا بمبادرات السكان لسد النواقص. وأشار إلى تعطل بعض المؤسسات الخدمية نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، داعيا إلى استمرار مبادرات المواطنين لتحقيق خدمات مستدامة. من جهته أوضح رئيس مجلس الإقليم السيد عثمان محمد علي بأن الاستفادة من المؤسسات الخدمية عامة والتعليمية خاصة ليس جيدة، حثا بضرورة تنفيذ القرارات الداخلية الصادرة في المنتديات لتحسين هذا الوضع. أوضح المشاركون في اللقاءات استعدادهم لمواصلة مساهماتهم في العناية التامة بالمؤسسات الخدمية، مطالبين بضرورة الالتفات للمدارس المبنية بالمواد المحلية ومعالجة مشكلة قلة وضيق الفصول الدراسية ونقص الأدوية، وحل مشكلة خدمات مياه الشرب والمواصلات والاتصالات. ذكر الرعاة والمزارعون بأن السدود والحفائر المشيدة في مديرية حقات تسهم في توفير مياه السقي وتنمية المياه الجوفية والثروة الحيوانية. وأشاروا إلى حصول ماشيتهم على الماء والكلى عن قرب وتقديم منتجات وافرة، معربين عن قلقهم من انخفاض مناسيب المياه في الحفائر لامتلائها بالطمي. وأوضح خبير الهندسة الزراعية في المديرية المهندس مرهاوي تسفاهي بناء 3 حفائر عام 2008 في مناطق ونجلي وانجناء وحرستاي، وحفيرين في العام 2010 في قروت نجار وشبق، وتشييد سد كبير عام 2013 في حشفيراي، وبناء حفائر في العام 2018 في كرمد وحشيش هاي وعطفاكاي. كما يتم حاليا بناء حفيرين في أورديخ وصقور. ودعا المهندس مرهاوي لإزالة الطمي من الحفائر والسدود بدعم الآليات، كما ناشد المواطنين للمشاركة في إصلاح مساقط المياه وبناء الحواجز المائية والمدرجات. هذا يوجد في مديرية حقات 11 حفيرا وسدا واحدا. افتتحت شركة حارات للمواصلات العامة خطا جديدا من الدخالة إلى كساد عقا. وأكد مسؤول العمليات في الشركة السيد نوغسي قبرز قابهير في مراسم تدشين الخط يوم 28 من أكتوبر الماضي في كساد عقا تخصيص حافلة لتقديم الخدمات بسعر 9 نافات في الطريق البالغ طوله 25 كيلومترا. وتستفيد من الخط 11 قرية واقعة على جانبي الطريق. ودعا مسؤول مكتب حارات في الإقليم الجنوبي السيد أحمد الدين علي شوم دعا السكان لصيانة دائمة للطريق لضمان خدمته المستدامة.
جرت أنشطة توعية في ضواحي أم حجر ومنقولة ومنقوليت وقرست ودريسة وثلاثة ضواحي ببلدة قلوج. حاضرت مديرية قلوج لزيادة المشاركة في العملية التعليمية. وأوضح مدير مديرية قلوج السيد دسي مريم أن أنشطة التوعية هدفت إلى التعرف على أسباب عدم إرسال أولياء الأمور لأبنائهم إلى المدارس وإيجاد الحلول. وأشار المشرفون على أنشطة التوعية إلى إرسال المؤسسات التعليمية في مختلف الضواحي، إلا أن المشاركة ليست بالمستوى المأمول، وأن التوعية ركزت على الضواحي ذات المشاركة المتدنية. وطالب أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالمدارس المبنية بالمواد المحلية والتي تفتقد للأثاثات المدرسية، والعمل على دعم الأسر التي قاطع أبناؤها الدراسة بسبب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ذات السياق قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الأدوات الدراسية ل50 من الطلاب المحتاجين كدعم يعينهم على مواصلة الدراسة. وذكرت المشرفة على المكتب السيدة دهب يوسف بأن الدعم المقدم للطلاب يحدث أثرا طيبا في نفوسهم. يقوم سكان مديرية طرونا منذ 21 من أكتوبر المنصرم بنفي جماعي في 15 ضاحية لحصاد مزارع المحتاجين وأسر الشهداء خاصة. ويشارك في النفير السكان وأفراد قوات الدفاع وعمال المؤسسات الحكومية والطلاب. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد هبتش تقل برهان زراعة مساحة حوالي 15,000 هكتار بمختلف أنواع الذرة والقمح والشعير والبقوليات، والتي نمت بشكل جيد لغزارة الأمطار هذا العام وجهد المزارعين. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قتل 3 متظاهرين وأصيب 19 آخرين في إطلاق نار وقع خلال احتجاجات ليلية أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد. أوضحت مصادر طبية أن إطلاق النار وقع ليلة الأحد الاثنين، مؤكدة أن أعمال عنف تخللت تلك الاحتجاجات وفق وكالة فرانس بريس. وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين الذين حاصروا مبنى القنصلية الإيرانية وتسلقوا أسوارها قبل أن يسقطوا العلم الإيراني ويستبدلوه بآخر عراقي، كما حاول المتظاهرون إحراق مبنى القنصلية. وقال مسؤولون عراقيون أن 7 رجال شرطة أصيبوا أيضا في الهجوم حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. وتحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كربلاء وبغداد ومدن أخرى جنوب العراق إلى أعمال عنف، حيث فتحت قوات الأمن النار وقام المحتجون بإحراق مباني حكومية ومقر الميليشيات التي تدعمها إيران. أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان عدم وجود خطط حالية لطرح أسهم عملاق النفط السعودي في بورصة عالمية، بعد تأكيد أرامكو نيتها بيع أسهمها في السوق المحلية فقط. وأوضح الرميان في مؤتمر صحفي من مقر الشركة في مدينة الظهران أن الاكتتاب الأولي الدولي سيعلن عنه في الوقت المناسب، أما في الوقت الحالي فيجري الاكتتاب في تداول السوق المحلي السعودي فقط. وكانت هيئة سوق المال السعودي أعلنت موافقتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام يوم 10 من نوفمبر، وذلك من أجل إدراجها بالبورصة. والاكتتاب هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحت مسمى 2030، حيث تتحدث الرؤية عن تنويع الاقتصاد السعودي وعدم اقتصاره على الريع النفطي. وتقرر تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لأن تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محليين محتملين كانت دون الحد المأمول. قالت أستراليا والصين أنهما ستعملان معا من أجل إصلاح علاقاتهما التي أثرت عليها سلبا مزاعم شن بكين هجمات إلكترونية ومحاولتها التدخل في الشؤون الداخلية لكامبيرا. والتقى رئيسا الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والصيني لي كي جيانغ في تايلاند خلال اجتماع قمة شرق آسيا، حيث تعهد الزعيمان بمحاولة تحسين العلاقات. وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين العام الماضي أكثر من 200
124 مليار دولار. ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام فقط من تقديم الصين شكوى رسمية بعد تصريح وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين بأن كامبيرا ستحاسب بكين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. ويحاول زعماء رابطة دول مجموعة شرق آسيا الآسيان التوصل لاتفاق مع أستراليا ونيوزيلندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بشأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي قد تصبح أكبر اتفاقية تجارة عالمية في التاريخ. بلغ تلوث الهواء في مدينة نيودلهي والمناطق المحيطة بها أسوأ مستوياته حتى الآن هذا العام. وكانت السلطات في أكثر عواصم العالم تلوثا قد أعلنت بالفعل حالة طوارئ صحية وأمرت بإغلاق المدارس. وزاد مؤشر جودة الهواء الذي يقيس مستوى الجزيئات الدقيقة في الجو إلى أكثر من 900، وذلك بفارق كبير عن حد 500 الذي يصنف بأنه أكثر من خطير. وإلى جانب الضرر الذي يلحقه التلوث بأكثر من 40 مليون شخص يقيمون في محيط العاصمة، أدى التلوث الشديد إلى تحويل مسار أكثر من 30 رحلة طيران من مطار دلهي بسبب ضعف الرؤية. وبدت الشوارع مهجورة إذ آثر عدد كبير من الناس البقاء في منازلهم بدلا من التعرض للهواء الملوث. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.